جان جاك روسو في كتاب الاعترافات كان بيحكي وهو صغير إنه كان بيتوتر جدا في أي تجمع، ولو واقف بيتكلم قدام مجموعة من الناس صوته يتقطع وعرقه ينزل ووشه يحمر والدنيا بتبوظ معاه كأنه ارتكب جريمة، لدرجة إنه كان بيفضل يهرب ويسيب المكان كله بس عشان ما يواجهش نظرات الناس. روسو نفسه وصف اللحظة دي وقالك: كنت أشعر أن العيون كلها مسلطة علي وأن أنفاسي تقطع. اللي حصل له ده العلم بيشرحه ببساطة: الرهاب الاجتماعي مش خجل طبيعي، لكنه خوف شديد من التقييم. المخ بيتعامل مع المواقف دي كأنه خطر، كأنك واقف في معركة رغم انك سواك بتتكلم. والأعراض هنا ارتعاش وعرق، صعوبة في الكلام، تجنب أي موقف اجتماعي. بالبلد كده الواحد بدل ما يعيش مع الناس بيخلق سيناريو جواه هو، بس هو قدام الناس حاليا. بمعنى ان انا بخلق سيناريو جوايا وبعيش فيه، شايف ان الناس كلها مشغولة بيك والناس كلها بتفكر فيك انت عملت ايه او بتروح فين او هتقول ايه، والغلطة اللي انت غلطتها دي غلطتها ليه. صدقني يا صاحبي هتفهم الكلام ده، هتفهم ان مفيش حد اصلا كان بيفكر فيك، ولا حد اصلا كان واخد باله منك ولا مركز معاك. انت اللي خلقت التصور ده عن نفسك. الدين برضو فرق بين الحياء المحمود والخجل المبالغ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، ومع ذلك كان قوي في المواقف، بيتكلم قدام الناس وبيتناقش معهم عادي. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم. مطلوب انك تبقى مع الناس، انت مخلوق مش عشان تبقى لوحدك. روسو قال على نفسه وكان بيهرب من الناس، بس هو معرفش يهرب من نفسه، وقال لك: كنت أهرب من الناس لكنني لم أستطع أن أهرب من نفسي. يعني القلق مش في الناس، القلق جوه دماغك. ووصف جبران خليل جبران القلق، قال: الخوف من نظرة الآخرين هو أكبر سجن قد نضع أنفسنا فيه. طيب نعمل إيه في القلق وعمايله المنيلة؟ التدريج، زي روسو كده اللي كان بيهرب لكن بعد سنين قدر يكتب ويواجه الناس بأفكاره. ابدأ بخطوة صغيرة، خد الناس اللي معاك، اخواتك او والدك او والدتك، خدهم زي تمرين كده، اتكلم معاهم في حاجات او مواضيع، افتح معاهم مواضيع بنفسك ودرب عليهم في مناقشات صغيرة. 2. تمارين الاسترخاء. قبل ما تتكلم لازم اول حاجة تفكر في اللي هتقوله، تاني حاجة ما تردش بسرعة، تاخد نفس عميق كده والقلق تملكك قوي، ردد جملة تطمنك. التفكير الواقعي. التفكير الواقعي، مش كل الناس قاعدة تراقبك، كل واحد مشغول بنفسه. افهم الحتة دي كويس، مفيش حد بيراقبك، مفيش حد مشغول بيك، كلهم مشغولين بنفسهم اصلا. 4. الجانب الروحي. الصلاة والذكر دايما هتلاقي فرق بالتعامل. يعني جرب كده الفترة اللي انت مكنتش بتصلي فيها دي وراقب نفسك لما صليت وقربت من ربنا. شوف ثقتك بنفسك هتبقى عاملة ازاي، كلامك مع الناس وقبولك حتى لما يجي اول مرة حد يتكلم معاك هيبقى عامل ازاي. 5. طلب المساعدة لو الموقف صعب. الجلسات العلاجية بتديك ادوات عملية وتخليك تواجه. يعني لو انت القلق ده فعلا مش قادر تسيطر عليه بنفسك لازم تروح لدكتور نفسي. خلاصة يا صاحبي، هنا الرهاب ده عامل زي البعبع اللي كانوا بيخوفونا بيه زمان، بس هي كل الفكرة ان انت ما تغمضش عينيك اول ما تسمع سيرة البعبع. هي المشكلة في اول مرة انك تفتح عينك اول مرة، مش هتلاقي بعبع. هتكتشف ان فعلا
مفيش اي حاجة من اللي انت بتفكر فيها، وان الناس عاديين جدا، وان الخوف كان جواك مش حواليك. اخيرا وليس اخرا، ما تنساش تشترك، تسيب اللايك بتاعك، عشان ده اللي بيطلع الفيديو للناس. لايك مش هيضرك، مشكورا يعني لو هتقل عليك يعني. سيب لي كومنت بسؤال، او قول لي انت عملت ايه من الخطوات دي ومشيت عليها ونتائجها كانت عاملة ازاي. اشوفكم في الحلقة الجاية، سلام.